كان هناك فأر صغير يعيش في الغابة، وكان يخاف من كل شيء. وفي يوم من الأيام، وجد الفأر نفسه أمام أسد ضخم، لكن بدلاً من أن يأكل الأسد الفأر، قال الأسد للفأر: أنا جائع، لكنني لا أريد أن أكلك. هل يمكنك أيها الفأر الصغير مساعدتي في العثور على طعام آخر؟ استغرب الفأر من كلام الأسد، لكنه وافق على مساعدته. ساعده الفأر في العثور على طعام، وبالتالي أصبحا صديقين. في يوم لاحق، وجد الفأر نفسه في مشكلة. كان قد سقط الفأر في فخ، ولا يستطيع الخروج. صاح الفأر طالب المساعدة، وسمعة الأسد. جاء الأسد، وحرر الفأر من الفخ. وفي يوم آخر، وجد الأسد نفسه داخل شبكة، وظل ينادي بأعلى صوته، فلم يسمعه غير الفأر. وعندما شاهده الأسد، قال باستغراب: هل تستطيع أيها الفأر الصغير إنقاذي؟ قال الفأر: نعم، أستطيع إنقاذك بكل سهولة. قال الأسد: كيف ذلك وأنت صغير الحجم؟ قال الفأر: ستشاهد الآن كيف أنقذك. تقدم الفأر وقام بقرض الشبكة حتى تمكن الأسد من الخروج. شكر الأسد الفأر على مساعدته، وقال له: شكر لك على مساعدتي. لقد كنت دائما أعتقد أن القوة هي الحل الأمثل للمشاكل، لكنك أظهرت لي أنك صديق حقيقي، وأن العقل أكثر تأثيرا من القوة. منذ ذلك اليوم، أصبح الفأر والأسد صديقين مقربين، وساندا بعضهما البعض في كل الظروف.